اللجنة الدينية هيكون الهدف والمحاور الأساسية فيها إيه؟ اولا ان شاء الله النهارده هيتم مناقشه جميع المشاكل الموجوده في مصر في الفتره الحاليه. على الصوت. المشاكل الموجوده في مصر في الفتره الحاليه، وان شاء الله سنتناول باذن الله مع الموجودين جميعا كاعضاء اللجنه الدينيه والاستاذ الدكتور اسامه العبد استاذنا كلنا ورئيس جامعه الازهر السابق، وعنده من الخبرات الكثير اللي احنا جميعا ممكن نستفيد بيها في هذا المنوال. ان شاء الله هنناقش ان شاء الله تجديد الخطاب الديني. المقصود بالخطاب الديني الاديان، ما فيش دين من الاديان بيدعو الى القتال ولا الى الحروب ولا الى الارهاب. جميع الاديان بتدعو الى التسامح، بتدعو الى التعايش. جميع الاديان وخاصه الدين الاسلامي وهو اخر الاديان جاء لعلاج اوجاع جميع الامم وجميع اوجاع جميع الشعوب. فإن شاء الله بإذن الله سنتناول كل الموضوعات، وستناول كل الموضوعات بجدية. مصر مسلمين ومسيحيين لحمة واحدة، مصر مسلمين ومسيحيين شعب واحد. الجميع إن شاء الله يعمل على قدم وساق من أجل هذه البلد ومن أجل رفعة هذه البلد، وإن احنا نمر بها إلى بر الأمان. وده المنشود منها وراء هذه الزيارة، لأن مفيش خلاف ما بين مسلم وما بين مسيحي. احنا كلنا أولاد شعب واحد، وكلنا بننتمي لهذه البلد، وإن شاء الله مصر في طريقها للخير بإذن الله. طب النقطة أساسية بس أزمة المنيا وبني سويف الأخيرة، هل سيتم التناقش فيها مع سيادة البابا النهارده؟ إن شاء الله سيتم مناقشة جميع المشاكل اللي تهم المسلمين والمسيحيين، وجميع مشاكل مصر سواء كانت مشاكل سياسية أو اقتصادية أو كل ما يهم مصر. وأهم شيء مكانة مصر، عودة مكانة مصر إلى في العالم كما كانت، واحترام العالم لهذا الشعب، لأن مصر مكانتها مكانة عظيمة، ولازم احنا كلنا كمسلمين ومسيحيين نقف جنب هذه البلد. شكرا جزيلا سيادة اللواء. تحت